طرق التسجيل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أخرج الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، ووصاهم فيما وصاهم بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. في البداية يطيب لي أن أحييكم بتحية الإسلام المباركة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه الدورة المباركة، دورة القاعدة النورانية، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها القبول ويجعل عملنا فيها خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. جاء عند الدكتور عمر بادحدح حفظه الله تعالى في كلامه على القاعدة النورانية، وهو يدعو إلى العناية بها والاهتمام بها بقوله: وفي عصرنا الحاضر ردود عملية تتجسد في الأعاجم البلغاء والأطفال الفصحاء، وقد ذلل ذلك مناهج بديعة في التأليف وطرائف رائعة في العلم. ومن أحسن ما كتب في ذلك القاعدة النورانية، التي تعتمد التعليم من خلال نطق الحروف، ثم الحروف ووصلها، ثم الحركات مع الحروف، ثم المدود بعدها، ثم التشديد فيها، وهكذا في تدرج علمي وتعليم صوتي، مع ضرب الأمثلة من القرآن وبيان أساس الفروق بين الرسم الإملائي والقرآني. إذن هذه القاعدة تنال إعجاب كل من رآها وكل من قرأها، وكيف لا، وهي تخدم بالأساس كلام رب العالمين جل جلاله، فهي تساعد على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الحافظين المتقنين التالين لكلامه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الجمع المبارك الطيب، تعالوا معي لنبدأ حصتنا هذه، الحصة الثالثة. وكنا قد وقفنا في الحصتين السابقتين مع الدرس الأول، وهو درس تعلم نطق الحروف، أي أسماء الحروف، كيف ننطق حرف الألف وحرف الباء وحرف التاء وحرف الثاء من خلال القاعدة النورانية، من خلال القاعدة النورانية. فربما يقول الواحد أو تقول إحداكن: لماذا نقول باء، ولماذا نقول تاء، ولماذا نقول ثاء؟ هذه قاعدة وضعت هكذا، وهي محفوظة هكذا، وأجزنا بها هكذا، ونجيز بها هكذا، ولا بد أن يبلغ المجيز كما أجازه شيخه، وهذا معروف ومعلوم عند الجميع. إذن ربما نأتي إلى الدرس الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. أستاذتي الفاضلة، هل ننتقل إلى الدرس الثاني أم لا زال بعض الأخوات لم يقرأن بعد؟
نعم، لازال مجموعة لم تقرأ. نبقى بين الدرس الأول والثاني إن شاء الله. إن شاء الله نعمل يعني يلا أمل. بعض الدقائق وبعض الوقت، نعم ثم ننتقل إلى الدرس الثاني بحول الله تعالى. إن شاء الله. أمل. طيب، أن أقرأ مرة واحدة أنا، ثم يبدأنا إن شاء الله تبارك وتعالى في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. الآن ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قراءة الأخوات الفضليات. تتقدم إحدى الأخوات للقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين. زا، زا. لا ننتهي بالهمزة، لا نقول زاء. زا، 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 سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون. نضغط على الميم قليلا. لام، ميم. نترك الميم يأخذ حقه ونصيبه من حقوقه. لام، ميم، رائع. نون، واو، ها، همزة، يا، يا. جميل. التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. أحسنت بارك الله فيك. يعني قراءات تبشر بالخير ولله الحمد. يعني رائعة جدا. أحسن الله إليكم. التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: نركز ألف، على الحرف الأخير. نركز على الحرف الأخير جيدا.
الدرس الأول، الدرس الأول، هكذا. كما نقول دائما وأبدا في الحصة الأولى ركزنا على هذه المعلومة كثيرا، وفي الدرس الماضي أيضا ركزنا عليها بعض الشيء. لا نهمل أي حرف، كل حرف نعطي له حقه ومستحقه، لا نخرج منه حتى نعطي له حقه. الدرس الأول، الدرس الأول، هكذا. الحرف الأخير حروف الهجاء المفردة. نعم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زال، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، قراءة طيبة. لكن كما قلت لك مسألة واحدة فقط، هي مسألة الحرف الأخير. الحرف الأخير هذا سببه الوحيد أو سبب عدم إتقانه الوحيد، السبب الوحيد هو السرعة. عندما نسرع قد نفقد بعض ما يجب أن نقوم به. فهنا مثلا إذا أسرعنا يمكن أن نحذف بعض الحروف. ثم هنا معلومة لا يجب أن نتجاهلها أو لا يجوز أن نتجاهلها. ما هي هذه المعلومة؟ هو أننا دخلنا إلى دورة بالإجازة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا إذا أخذنا هذه الإجازة سنعلم غيرنا، سنعلم غيرنا. إذا كنا نعلم غيرنا يجب أن نبلغ لهم المعلومة واضحة. فإذا أسرعت أنا كأستاذ مثلا أو كأستاذة التي تتلقى هذا الدرس أو هذا العلم لا تستطيع أن تسمع يعني المعلومة جيدا، ربما الرسالة واضحة. فإذا قلت أنا ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، يعني هذه المعلومات تمر بسرعة. ثم بعد ذلك أنا يعني آتي بعد ذلك وأعاتب مثلا التلميذ أو التلميذ وأقول له أو لها ركزي جيدا أو ركز جيدا، أنا ما قرأت هكذا. لا بد أن أتقن أنا أولا وأحس وأعتبر نفسي أنا طالب أو طالبة حتى أرى هل أتلقى المعلومة جيدا أم لا. بمعنى أنني كطالب يجب أن أسمع المعلومة واضحة. مثلا ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، جيم. أركز على الحروف جيدا وأعطي لها حقها. بارك الله فيكم. التالية التالية كفاية أو بسم كافية. الله كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة: ألف، نبين باء. الهاء، نبين الهاء المفردة. المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون،
واو ها همزة يا. جزاك الله خيرا، قراءة طيبة. خير حبذا لو أبطأتي قليلا، يعني لا تسرعي، يعني لو قرأت ببطء بعض الشيء لكان أفضل وأروع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بالنسبة للقراءة لا بد أن يقرأ الجميع، لأن هذه ليست إجازة رواية، هذه إجازة دراية. لا بد أن يتعلم الجميع، لا بد أن يقرأ الجميع. ولهذا أظن أن هذه النقطة هي على الأستاذة المشرفة على هذه الحلقة، على تسير هذه الحلقة. فأظن أنها تسجل كل أخت قرأت. لا بد من القراءة، لأنني أرى هنا أنها تأمركن برفع أيديكن، فالقراءة لا بد منها، فلا يمكن أن تجاز أخت بدون أن نعم تقرأ. شيخ أحمد، نحن بنمشي وبنسجل على مين قرأت في كل حلقة. جيد. نعم، نعم لأن بنسجل على الأسماء، بس اللي يفوت دورها نحن ما بناخذها إلا في الآخر، يعني ما بنرجع بارك للأدوار الله. اللي ما تنتبه وهكذا عشان ما يضيع منا الوقت. نعم، جزاكم الله خير. التالية اللي بعدها مريم. قرأت مريم ولا قرأت آلاء؟ أنتم مريم وآلاء دخلونا من أجهزة مختلفة. آلاء أو مريم؟ قرأت واحدة وواحدة لم تقرأ. الله المستعان. اقرأ يا خديجة. خديجة نعم. الحسن. أيوه اقرأ يا خديجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء. هنا الحرف الأخير يبقى خفيف، لا بد من إعطائه حقه جيدا. مثلا في الجيم بسبب السرعة، الميم هنا قلقلته قليلا، لا بد أن نقرأ الميم كما يجب أن يقرأ. نقول جيم، جيم، دال، دال. بسبب السرعة نقول دال، دال، بسبب السرعة. لكن إذا قرأنا ببطء وبتأني وتؤدة نقول دال، يعني على راحتنا، حتى لأن الغرض من هذه الدورة هو أن نتعرف على إتقان النطق باللغة العربية، أو بالأحرى قراءة القرآن الكريم. فنقول دال، ذال، وهكذا. تفضل. جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، لام، هنا شتي هنا ميم. بسبب السرعة هنا، يعني الميم كأنه يسرق، تقولين لام، لام بسبب السرعة، أو كأنك تدهشين مثلا أو ما شابه ذلك. فنقول لام، لام، هكذا بقراءة عادية وبعدم السرعة. تفضل. لا أرى الصفحة كاملة. لام، لام، نعم. لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. بارك الله فيك، أحسنت. فقط كما قلت لك والتي قبلك، لو تقرأنا ببطء يعني بعض الشيء لكان ذلك رائعا. المخرج جيد والحرف واضح ولله الحمد. التالية
تفتح يا مريم أو آلاء اللي عندها اللابتوب. أنا بحاول أساعدكم أكثر من هيك، ما عنديش حل. اللي بعدها آسيا، تفضل يا آسيا. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء. رائع، رائع جدا. ذكرتني بقراءة لإحدى الأخوات في الحصة الماضية، كانت قراءتها أكثر من رائعة ما شاء الله. أحسن الله إليكم جميعا. التالية تفضلي يا نادين أو نجمة. نادين إبراهيم، تفضلي. زينب رمضان. اللهم المستعان. نعم، إذا انتهينا خذي نمر بعد إلى اللي بعدهم. عزيزة، مريم أحمد ملاك أو وهيفاء، زينب أو صوتك ريما. مجموعة هذه. اللهم المستعان. لحظة بس. أنا مريم أحمد. تفضلي يا مريم، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف. الهجاء، نصفي الجيم. حروف الهجاء. الهجاء، نعم، حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال. لا نسرع، لا نسرع، لأننا بهذه القراءة قد نختم الحرف بحرف الهاء مثلا، فنقول باء، تاء. هنا يكون هناك نسبة من صوت الهاء، يعني تظهر هناك نسبة من صوت الهاء، باء، تاء. فلا نقول هكذا، وإنما نقول باء، تاء، يعني نترك صوتنا يأخذ نفسه جيدا حتى ينتهي به المطاف إلى قطع الصوت عن كل حرف سيأتي بعد المد، باء، تاء، وهكذا. واصلي. حاء، خاء، دال، ذال، را، زاي، سين، زا، زا، شين، زا زا، بدون ياء. زا، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظا، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا، يا. جميل، جميل جدا. في بعض الحروف لو أبطأت قليلا أيضا حتى تقرأ كما يجب. بارك الله فيك، وفقك الله تعالى وباقي الأخوات الفضليات. التالية تفضلي ملك سالم. الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول:
حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء. لا، لا ننظر على آخر الصوت في المد، لا ننظر عليه، لا يعني نعطي له قوة، لا نهمس عليه، يعني لا نرفع صوتنا في آخر الصوت كأننا قرأنا الهمزة. هذا يعني يقع في الهمز إذا وقفنا عليه في آخر الكلمة، كقوله تبارك وتعالى: من السماء، من السماء، هذا همز. فإذا قلنا مثلا باء، لا نقول باء، باء، لا نحرك الصوت لا نحرك الصوت بتاتا في آخر المد، لا نقول باء، هذا همز، لأن الصوت بهذه الطريقة يعطي لك علامة في آخر الحلق، أي في أقصى الحلق، وهذه العلامة أو هذا الصوت يرجع إلى الهمز. باء، هذا همز، وإن لم يكن همز سيكون هاء، لأن الحرفان اللذان يخرجان من أقصى الحلق هما الهمز والهاء فقط، الهمز والهاء. عند بعض علماء التجويد يخرج الألف، كما عند الإمام ابن بري رحمه الله تعالى في قوله: فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف. لكن هذا ليس موجودا عند الإمام ابن الجزري رحمه الله، وإنما عنده حروف الجوف وحدها ثم الهمز والهاء من أقصى الحلق. إذن لا نرفع صوتنا في آخر المد، لا نقول باء، وهذا بسبب السرعة أيضا، نقول باء، باء، لأن هذه النقطة تعطي لنا كأننا قرأنا كلمة في آخرها حرف الباء، إما منون بالفتح وإما ممدود، كقوله تبارك وتعالى: أبوابا. فلا نقول مثلا أبوابا، هذا يكون غير صواب. أما الصواب فنقول فكانت أبوابا، فكانت أبوابا، هكذا، يعني بمد الباء وليس بختم القراءة بالهمز. فكانت أبوابا. نعم، بارك الله فيكم، تفضلي. تا، تا، جيم، حا، خا، دال، ذال، را، ذا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون. هنا ظهرت هذه النقطة التي كنا نتكلم عليها. عندما يعني ننظر على آخر الصوت يظهر هناك بعض الأخطاء، فلا نقول لام، يعني كأننا اختلسنا حرف اللام، حرف الميم، فنقول لام، لام. الميم لا يوجد فيه اختلاس ولا إشمام ولا نبر ولا أي شيء، نقول لام، وإنما فيه توسط مع باقي الصفات. نعم. لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء. أليف، أليف، نكسر اللام جيدا، أليف، أليف. ألف، ألف، باء، تاء، ثاء، جيم. يعني هنا نسبة من الهاء أيضا، فنقول باء، تاء، لا، باء، تاء، تاء.
تمام. نعم أعيديها. ألف ألف باء تاء ثاء جيم حاء جيم. جيم جيم. يعني نمد الجيم وكأننا نهيئ لحرف الميم حتى ينطق جيدا، لأننا إذا أسرعنا في الماد أو أسرعنا في الحرف أو ما شابه ذلك لا نترك الفم واللسان يتهيأ لنطق الحرف الموالي، لأن السرعة هذا هو مشكلها، وأننا يعني قد نحذف بعض الحروف أو نحذف نسبة منها، أي كأننا نختلسها، كأننا نسرق الحرف. نعم نقول جيم. جيم. تفضلي. جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء طا طا طاء طا هكذا. طاء ظاء عين غين ثاء قاف كاف لام ميم نون واو لا واو. هاء. واو. أما واو هذه نقولها في الدرجة، واو يعني إعجاب بشيء. واو. واو ها همزة يا يا. النطق جيد، النطق جيد في الحروف، لا شك أنك تقرأين القرآن يعني بإتقان، يعني بنسبة عالية من الإتقان، لكن يعني لو أبطأت قليلا في نطق هذه الأسماء، أي أسماء هذه الحروف، لكنت رائعة وأروع، أروع إن شاء الله تبارك وتعالى. أنت رائعة الآن، لكن لو أبطأت لكنت أروع وأحسن وأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. حضرت معنا في الحصتين الماضيتين؟ الماضية لا، الأولى أول درس حضرته. نعم. حاولي أن تواظبي حتى تتقني إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلنا هذا الدرس هو الأساس، عليه ينبني كل درس في القاعدة النورانية، هذا الدرس هو الأساس. نعم التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف. الهجاء. الهجاء. الهجاء المفردة. لا زال ألف. الجيم، لا زال الجيم الهجاء. مخلوطا بالشين. الهجاء. 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 الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء جيم. هنا وجدنا الجيم أيضا، فالجيم يعني جيم. يلزم أن تتدربي عليه فيما بعد إن شاء الله تبارك إن وتعالى. شاء الله. هكذا جا أج جو. نعم جيم. جاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين هنا الطاء غين. والضاء، الطاء والضاء كأن مدهما لم يكتمل، كأنه يعني مرقق بعض الشيء. نقول طاء، نترك الفم ومساحة الفم تأخذ راحتها وتقرأ يعني بكل أريحية. إن شاء الله. طاء ضاء. طا طا ظا عين غين فا قاف كاف قاف. قاف. قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. رائع رائع، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. ركزي على الحروف الأخيرة، ركزي على الحروف الأخيرة فقط. لام، ميم، نون. يعني ركزي على الصوت الأخير كيف يختم. الحرف الأخير يختم بصوت رطب، صوت لين، يعني صوت فيه ليونة. نون، نون، نون واو، نون هكذا. واو، إن شاء الله بارك الله بارك فيك. الله فيك. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس لا الأول. نمد الحاء، نمد الحاء، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعطي للحاء حقها وللميم حقه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، ولا نقول رحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، صاد، طاء. صاد. هنا الدال، ركزي على الدال كأنه مخلوط وداخلة معه حرف التاء. صاد، ضاد، صاد، صاد، صاد. الدال يجب أن يكون واضح. صاد، ضاد، نعم. طاء، ظاء، ضاء، عين، ضاء، طاء، ضاء، ضاء. طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا، يا. نقول همزة، همزة، هكذا، همزة، لأن ثم هاء السكت. هناك هاء السكت في هذه الكلمة، همزة. نعم. ركزي على همزة، الحروف، ركزي على الحروف الأخيرة، مثل واو، لام، ميم. كما نقول دائما وأبدا في حرف الفاء كأنك قرأت الهمز، كأنك قلت فاء. نحاول أن نقرأ الفاء فقط، نقول فاء، فاء. نعم. التالية. سهام بالحاج، لو مش موجودة سنة حميم. تفضلي يا سهام. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، نعم. غين، نرقق العين، نرقق العين جيدا. عين. عين، 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 غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. آه، ركزي على الحروف الأخيرة فقط في بعض الأسماء فقط وليس في الجميع. جزاك الله خيرا. نأتي إلى الأخت التالية.
صالحة محمد أو زهرة إبراهيم. بسم بسم الله الله أنا زهرة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، لام نون، لام نكمل الميم جيدا. لام لا، ميم. لام، جيد. ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. جيد، بارك الله فيك، قراءة طيبة، أحسن الله إليك ووفقك إن شاء الله وباقي الأخوات. التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف نرقق الواو، لا نقول أول الأول. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، الهجاء جيم. الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، نكمل اللام دال، 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 ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد. الحرف الأخير، ركزي على الحرف الأخير، يحتاج إلى يعني تمام. فنقول سين، سين، شين، سين، شين، صاد، ضاد، صاد. طاء. الدال يجب أن يكون صافيا وخاليا من أي شائبة أخرى، يعني لا يوجد فيه أي نسبة من حرف آخر. صاد، صاد، أد. نعم. صاد، ضاد، ضاد، طاء، هذا ضاد. ضاد، ضاد، طاء، ظا، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، لام، 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 ميم، نون، ميم، ميم. الميم ميم، الأخير نركز على الحرف الأخير. ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. بارك الله فيك. الحرف الأخير فقط ركزي عليه جيدا، لأنه عندما يعني تقرأ منه نسبة وتحذف نسبة أخرى، لا شك أننا في القرآن الكريم سنقرأه هكذا. سنسمعك مثلا تقرأين القرآن هكذا: الحمد لله رب العالمين، يعني النون مختلسة بعض الشيء. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. يعني أنا ربما لا أستطيع أن أمثل الخطأ، يعني أقرأ أو كما قرأت أنت، لكن الصواب هو أن نعطي للحرف حقه الكامل، فنقول الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نعم. الأخت التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء،
جيم نمد الحرف قليلا أكثر. نقول با حتى يأخذ صوتنا راحته، يعني الصوت يخرج براحة، لا يخرج يعني مسرعا وكأنه يعني في حالة من القلق. نقول با تا تا. وهذا هو المقصود من قراءة القرآن الكريم إذا أردنا أن نقرأه جيدا، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إلى آخره. فالترتيل هو أن نقرأ القرآن بتؤادة وعلى مهل، والغرض من هذه الدورة هو هذا، هو أن نقرأ القرآن الكريم كما أراده نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما أراده رب العزة جل جلاله. نعم. باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين نعم. تاء عين نترك فمنا ولساننا والمخارج كلها تأخذ حظها من الكلمة، ونترك الكلمة تأخذ حقها وما تستحق. يعني الكل يأخذ حقه، المخارج والصفات والكلمة والحرف وكل شيء. عين عين. عين نعم. غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. استمعي جيدا لقراءة الحروف فيما بعد إن شاء الله تعالى. التالية: بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. لا، نقطة مهمة جدا هنا، لا بد أن نقرأ بصوت واحد، لا نقول الدرس الأول. يعني الدرس قرأناها بنسبة من السرعة والبطء، ثم الأول قرأناها بنسبة أخرى من السرعة والبطء، أي أننا قرأنا الدرس بصيغة وقرأنا كلمة الأول بصيغة أخرى. نقرأ على نسق واحد، نقول الدرس الأول، وهذا إذا تعلمناه سيؤثر على قراءتنا في القرآن الكريم، وهو لا يمكن أن يكون. فلا نقول مثلا الحمد لله رب العالمين، وهكذا نتلاعب بالقرآن الكريم وبقراءته. فلا يمكن، لا يمكن أن نسرع مرة ونتأخر مرة وهكذا، يعني أخذ وراد وذهاب وإياب. فنقول الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. نعم. الدرس تفضلي. الأول: حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد 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 ضاء الضاد. والضاد من حفته مما يلي، والضاد من حفته مما يلي، ذلك من أبراسها من أول، كما يقول الإمام ابن باري رحمه الله تعالى. والضاد من أيسر أو يمناه. نعم، كما قال الإمام ابن الجزري. طاء نعم. ظاء
عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا. بارك الله فيك. استمع أكثر لصوت الحروف وهو يتلى إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبلة، لأن السرعة غالبا ما تبين لنا أن الحرف يختم بالهمز أو لا يختم أصلا، كلام وميم مثلا. إذا أسرعنا لا نختم الكلمة أي الاسم، لا نقول لام وإنما نقول لام، وهنا نكون قد يعني قطعنا الكلمة والاسم، ولا نكون قد أكملناه. فالكمال هو أن نقول لام لام. بارك الله فيك. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين. نفتح الفم جيدا على حرف العين. هنا نقول عين ولا نقول عين. في بعض الأخوات أو الإخوة يقولون عين، وهذا لا يوجد في الحروف، وإنما ربما هو اسم لجرم العين. نقول عين ولا نقول عين. في الجرم قال الله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، وليس المقصود به حرف العين. نعم. عين عين غين عين 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 غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. قراءة طيبة و يعني مخارج جيدة فقط. يعني القراءة بطيئة والحمد لله، لكن الحرف الأخير تحتاج للانتباه إليه أكثر في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف نعم. الهجاء المفردة. الدرس الأول. الواو رقيق. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف باء تاء ثاء جيم حاء جيم. نطقت الجيم هكذا في الهجاء، فانتظرت حرف الجيم فكان كذلك. جيم حاء خاء دال ذال را ذا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام. لا ننطق الفاء في قاف وكاف، يعني الفاء وكأنها يعني محتشمة. لا نقول كاف، يعني فاء ضعيفة جدا. نضغط على الفاء جيدا لأنها فيها همس.
فنقول قاف كاف كاف. نعم. قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا نعم، جزاك الله خيرا. أحسنت. فقط الحروف الأخيرة ننتبه إليها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى تنطق هي أيضا، فهي بإذن أيضا الله. مكتوبة ومنطوقة، وكل منطوق يجب أن يأخذ حقه ونصيبه مما يستحق. بارك الله فيك. التالية. وفيك بارك الله. حوا هذه معاك. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف. الدرس الأول. ركزي على اللام في الدرس الأول كيف أقرأه أنا. الدرس الأول حروف الهجاء الجيم. حروف الهجاء المفردة. ركزي على الجيم وعلى اللام في الأول. نعم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. لازال ألف. الجيم ضعيف. لازال الجيم ضعيف. حروف الهجاء. حروف الهجاء المفردة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد صاد. صاد. الدال يجب أن يكون واضحا، لا نخلط بحرف التاء أو الثاء. صاد. صاد ضاد ضا ظا عين غين ثاء قاف كاف لام ميم لام لام لام. لا هكذا. لام ميم نعم. همزة يا أعيدي واو وها، ما سمعتهم. واو وها. واو 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 واو. واو واو لا، هذا اسم نعطي له حقه ونقول واو. واو لا نقول واو. واو. واو أوف. واو كيف يعني شنو ها. الخطأ؟ الخطأ هو أنك لا تمدين جيدا، لا تمدي الواو الأولى، لا تقول واو وإنما تقول واو. نمد الواو جيدا. واو صح؟ لا زال ضعيف. واو واو. واو واو نعم. لا بأس، تدربي عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. اقرأ الهاء. ها ها. ها. الهاء. الهاء ولا الحاء؟ الهاء. هاء نعم. هاء بارك الله فيك. ما سمعتك قرأت الواو والهاء في المرة الأولى. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. التالية.
التالية. نزل هناك من يقرأ. حواء تفضلي، حواء دخيل أو مبروك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظا، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. نعم، ركزي على الحروف. الموضوع على حرفين، أي الحروف نعم. الممدودة. فمثلا في الهاء قلت ها، ها، يعني ختمت بالهاء، مع أنه لا يمكن أن نختم بالهاء لأن الهاء غير موجودة. فلا نقول ها، وإنما نقول ها، 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 هكذا. ها، ف- ها. فلا نعم، فلا تسرعي وركزي على الحروف الأخيرة. هذا ما يتعلق بقراءتك إن شاء الله تبارك وتعالى. إن طبقت هذا فستكون رائعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وكلكم رائعة إن شاء الله. التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. مفردة. ألف، المفردة. المفردة، هذا المفردة. الحرف، هذه النقطة نعاني منها كثيرا في حلقات التحفيظ، سواء عن بعد أو حضوري أو كذا. فنسمع مثلا من يقرأ يقول مثلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. أنا أركز على الحرف الأخير. عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. يعني الحرف الأخير غير موجود. وكذلك أيضا في القلقلة مثلا يقول لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يعني النص من القرآن الكريم محذوف. يعني الغالي من القرآن ومن الحروف القرآنية محذوفة، فهذا شيء خطير. أو يقول مثلا لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني لا علاقة لهذه القراءة بقراءة القرآن الكريم التي يجب أن تكون عليه. نعم، التالية. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، جيم، خاء، جيم، 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 حاء، لازال مخلوطا بالشين. نقول جيم، جي، ونقول جي، جيم. جيم، جيد. حاء، خاء، دال، ذال، راء، نعم، أعيدي كأنك زاء، قرأت الدال فقط. كأنك قرأت الدال فقط. أعيد الدال والذال. دال، ذال، دال. ركز على راء، الحرف الأخير. دال. ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، الفاء ضعيفة جدا هنا. الفاء ضعيفة في القاف والكاف. قاف، كاف. قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، لا نقول واو. هاء، واو، واو، واو. واو،
نعم. واو ها همزة يا يا. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. التالية. كم بقي من الأخوات أستاذة الفاضلة؟ نعم أستاذة المشرفة، هل كم بقي من الأخوات لم يقرأن بعد؟ نعم، التالية. تفضلي سلسبيل محمد، اللي ما قروش قبل سلسبيل تفضلي. الأخت الكريمة المسيرة، كم بقي من الأخوات لم يقرأن بعد؟ إن كنا قليلات يعني أكملهن إن شاء الله تبارك وتعالى، وإذا كنا كثيرات فنكملهن فيما بعد إن شاء الله عز وجل. التالية. سمر حمزة تفضلي سمر، أو زينب رمضان. زينب تفضلي. نادين إبراهيم. نجمة. أخواتي نجمة. نوارة عطية. الله المستعان. نادين إبراهيم. نعم، التالية. أستاذتي الفاضلة، أظن أننا ربما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. نعم، لأنني لم أصلي المغرب بعد، والأخوات قد ربما غادرنا أو ما شابه ذلك. جزاكم الله خيرا ورفع قدركم بارك الله فيك شيخنا وزادكم الفاضل. علما وفقها وحفظا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.